متتالية ومفاجآت غير سارة للجزائر بسبب اعتراض المنتخبات المشاركة في بطولة كأس إفريقيا للمحليين والتي ستقام في الجزائر بعد أيام قليلة. لقد صرحت فاطمة سامورة سكرتير عام الفيفا للإذاعة السنغالية قالت فيه: لا أفهم لماذا الاتحاد الإفريقي سمح بتنظيم البطولة في الجزائر، كل يوم منتخب ورا التاني بينسحب بسبب سوء التنظيم. الجزائر مش قادرة تعمل تنظيم مناسب للبطولة، وأول المشاكل دي لما الجزائر رفضت طلب منتخب المغرب بوجود خط مباشر بين المغرب والجزائر عن طريق طيارة خاصة تبع الخطوط الملكية المغربية، وده كان سبب انسحاب المغرب. وفي ضربة قاضية للجزائر انتصرت السنغالية فاطمة سامورة للمغرب وقالت: احنا مع المغرب وبندعمها في قرارها بالانسحاب من البطولة اللي بتنظمها دولة مش بتحترم المنتخبات المشاركة، ووجهت طلب للمسؤولين في الاتحاد السنغالي بانسحاب منتخب السنغال من البطولات اللي هتنقل المنتخبات في البطولة. فعلا صدمها وقالت انها مناسبة لنقل المساجين فقط، وان الجزائر استخدمتها للقبض على المتظاهرين لانها دولة عسكرية، ودي حاجة تدعو للسخرية بصراحة. من الواضح ان الجزائر عايشة في عالم لوحدها وما تعرفش حاجة عن التطور. وصدمت الجزائر اكتر لما قالت انها بتدعم المغرب في تنظيم بطولة كأس افريقيا 2025.